اكيد كلنا حصل معانا كده وبيحصل ولسه هيحصل ايام رمضان والاعياد اللي عدت علينا والعزومات اللي بنعملها، حتى في ايامنا العاديه بيتبقى معانا حاجات ولحوم في التلاجة ومحدش بيرضى ياكلها. تعالوا نعمل اكله لذيذه من بواقي التلاجة. اول حاجه زي ما انتم شايفين انا عندي الحتتين الفراخ الكبار دول، وبقالهم كام يوم في التلاجة ومحدش ابدا هياكلهم، وعشان الغلا اللي احنا فيه ما ينفعش نرمي اي لحوم لان الدنيا بقت غاليه جدا. بواقي فراخ او بواقي لحمه زي ما انتم شايفين انا مسكتهم وقطعتهم خالص اهو، وده العظم ده خلاص كده. وبجيب طاسه على النار فيها اي ماده دهنيه، زيت، سمنه، زي اللي انت عايزاه، وبضيف فيهم بصلتين كبار فرمهم في الكبه، ممكن تقطعيهم جوليان زي ما تحبي. وبفضل اقلب لحد ما البصله تدبل معايا. اول ما البصله تدبل بنزل بالفراخ اللي انا قطعتها، بفضل اقلب فيها في البصله لحد ما الفراخ برضو تطرى مع البصل. وبعدين بتبلها نص معلقه ملح صغيره طبعا عشان الفراخ اصلا كانت متبله، ونص فلفل، ونص بهارات، كل دي معالق صغيره. وبقلب التوابل فيها. وبعدين عندي فلفلتين رومي قطعتهم صغير زي ما انتوا هتشوفوا، دول اللي عندي. عندك فلفل الوان حطي، بس انا دول اللي عندي. حطيتهم وتقلبتين وخلاص، على كده الفراخ جهزت. وبعدين سلقت كيس مكرونه او نص كيلو مكرونه، سلقته في ميه وملح وخلاص، سلقته عادي يعني. وحطيت عليه شويه بشاميل، ده البشاميل السريع اللي نزلته معاكم اللي بعمله في الخلاط، وهكتب لكم الطريقه في صندوق الوصف. حطيت شويه بشاميل وشويه من الفراخ اللي انا كنت مجهزاها، وبقلبهم في المكرونه عشان المكرونه تبقى جوسي ومليانه فراخ. بجيب بقى الطاجن او الصينيه بدهنهم بالزيت، طاجن او صينيه اي حاجه، وبعدين بحط شويه بشاميل من تحت عشان عايزاها تبقى جوسي معايا. وبحط نص المكرونه، النص من تحت، وبوزعها كده في الصينيه. وبعدين بحط باقي الفراخ، باقي الفراخ اللي انا كنت مجهزاها في النص اهو، بوزعها فيها كويس. وبعدين بحط نص المكرونه التاني من فوق. وفي الوقت ده بكون مولعه الفرن، الرف اللي فوق الفرن على طول. بحط الصينيه في الرف اللي فوق الفرن على طول. بولع الفرن على درجة حرارة 180، اسيب الفرن تسخن على ما اجهز الصينية. حطيت بقى نص المكرونة، وبعدين بحط باقي البشاميل كده على الوش اهو، بوزعها عليه كويس. وبعدين بعد ما بفرد البشاميل كويس من على الوش كده، لو عندك موتزاريلا حطي، ما عندكيش ممكن تحطي بيضة على الوش وخلاص. انا اهو حطيت موتزاريلا وبعدين حطيتها في الفرن. الفرن انا كنت مسخناها، وبحطها في فوق في الرف اللي فوق الصاجة على طول. اخدت نص ساعة من تحت، اول ما الحروف تحمر بولع الشواية تاخد اللون الحلو ده من فوق. وخلاص على كده خرجت معايا زي ما انتوا شايفين تحفة جدا من بواقي التلاجة. بدل ما نرمي حاجة، الدنيا بقت غالية نار. حلوة جدا وطعمها تحفة، والعيال هيفرحوا بيها جدا، طعمها روعة. اهو هوريكم من النص عاملة ازاي، غرقانة فراخ، هي طبعا لسه سخنة، لسه طالعة من الفرن على طول، عشان كده الحتة طالعة كده تحفة جدا وجوسي جدا. لو عملتي واحدة مخصوص مش هتطلع بالجمال ده. اهو شايفين شكلها. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه بالهنا والشفا لكل اللي يجرب، واللي يعجبه يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير.